هاي، رمضان قرب وانت حامل، يبقى هتسألي هتصومي ولا لا؟ طب لو هتصومي ده هيأثر على صحتك ولا هيأثر على البيبي؟ امتى يكون الصيام ممنوع عنك تماما؟ في الفيديو اللي جاي هجاوبك عن كل ده. انا دكتور احمد بدر الدين. خلينا نبدأ ان الاهتمام انك تصومي مع تعب حملك حاجة تستحق هند وتشجيع، شكرا ليكي. ولكن صيامك مرتبط بحالتك الصحية وقدرتك انك تكملي الصيام ده كله من غير ما يأثر عليكي، وده طبعا متعلق انك بتاخدي علاجات معينة في اوقات معينة ولا لا، واللي ما ينفعش تتأجل عن ميعادها. في حملك قرار الصيام محتاج ميزان، وميزان حساس زي بتاع الدهب، لان الجرام فيه بيفرق في صحتك وصحة البيبي، وهي الأولوية بتاعتنا دايما. أيوة، في حوامل كتير وغالبيتهم ممكن يصوموا بدون أي مشاكل، ولكن في غيرهم ممنوع الصيام عنهم تماما. هقولك كمان شوية هما مين. نبدأ بأول سؤال، لو صمتي هيأثر على صحتك؟ الإجابة في الغالب لأ، مادام وزنك بيزيد في المعدل الطبيعي، مادام ضغط دمك كويس وقادرة إنك تمارسي نشاطاتك اليومية، مادام بتقسمي أكلك ووجباتك وشربك بشكل صحي ومتوازن. الصيام هيساعدك على حمايتك من سكر الحمل لو انت كنت معرضة ليه، بشرط ان في وقت فطارك تاكلي بعقل موزون. السؤال اللي بعده، الصيام هيأثر على البيبي بتاعك؟ في الغالب برضه مفيش اي تأثير على البيبي مادام وزنه بيزيد في المعدل الطبيعي، متابعتك بتتعمل بشكل كويس، وده اتعمل وفقا لدراسة شملت 31,000 حامل، كان صايم منهم 18,000 حامل، وقاسوا أوزان الأطفال خلال الفترة دي، لقوا إن وزن الأطفال ما تأثرتش بالصيام تماما. الصيام ممكن يقلل حركة البيبي شوية، ده بسبب نقص الجلوكوز في دمك، ولكن مادام الحركة بترجع نشطة بعد فطارك فده طبيعي، ما تقلقيش. السؤال المهم، امتى الصيام يكون ممنوع عنك تماما؟ في حالة إن عندك سكر حمل وبتاخدي أنسولين في مواعيد محددة، ساعتها الحفاظ على مستوى السكر في دمك هيبقى صعب شوية، لأن ممكن تتعرضي لهبوط مفاجئ أو ارتفاع شديد للسكر، فالأفضل طبعا إنك تتجنبي الصيام. كمان لو عندك ضغط وفي علاجات اللي بتوطي الضغط بتاخديها في ميعاد محدد، من الخطر جدا إنك تسيبي علاجك عشان خاطر انت صايمة، ضغطك هيبدأ يرتفع وممكن يأثر عليكي تأثير ما نعرفش نلحقه. برضه من الحاجات المهمة، لو انت في أول حملك وبتعاني من ترجيع مستمر، هيكون في نقص سوائل عام في الجسم بتاعك، الصيام طبعا هيزود النقص ده، فالصيام مش محبب لحد ما القيء بتاعك يبدأ يخف. وأكيد لو حسيتي في أي وقت وإنك صايمة إنك تعبانة مش قادرة تكملي يومك، لازم تكوني أمينة مع نفسك جدا وتفطري. أنا خلصت، شكرا ليكي.